بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما إن شاء الله. شوية مشتريات كده إن شاء الله من المفروشات. أنا كنت بدأت بالفوط، وبعد كده برضو يعني لقيت شوية حاجات كده كويسين قدامي، فقلت أجيبهم من المفروشات. فإن شاء الله بإذن الله هوريكم الحاجات اللي أنا اشتريتها النهاردة، وقولوا لي رأيكم، وبرضه هاخد رأيكم في حاجات كده إن شاء الله بإذن الله مع بعض كده في الايه في الفيديو. اول حاجه انا اشتريت اللي هو الايه الشوت المفرش دول. ده مفرش، هو الماركه بتاعته اسمها النسر. انا كنت لقيت عليه يعني عرض، هو بالذات النوعيه دي لقيت عليها عرض فعجبتني وعجبني شكلها. وزي ما انتم شايفين كده هو جوبير، يعني مش جوبير، ده هاند ميد، يعني اللي هو بيبقى في قلب الملاية نفسها. اشتريت ده يا جماعة. برضو شفت الالوان دي، هوريكم بقى المقاسات او الحاجات اللي انا ايه يعني ايه وقعت فيها وما كنتش اعرف. اولا ده المفروض يبقى 240، انا واخداه على اساس ان هو 240 في 260، وكنت سألاها، بس انا كنت واخده كذا حاجه، يعني كنت واخده كذا نوع من المفارش دي، يعني الانواع مختلفه. أه بفتح معاكم دلوقتي والله وانا بطل كده، لقيت زي ما بقول لكم هي 4 قطع، 2 خدادية، 1 مخدة، مع ان المفروض يبقى 5. يعني الحاجات انا ببقى اتضايق لما بيبقى فيه 4 قطع، بس في حاجات مفروشات معينة ما بيبقاش فيها غير ايه، غير اللي هي ال4 قطع دول، او 4 قطع. ده لقيته زي ما بوريهولكوا كده، بعد ما جبته كده لقيته 220 يا جماعة في 225. يعني يعني الحجم الملاية 220 في 225، مع ان اللي انا جايباهم الاول كده كانوا 240 في 260، وهوريلكم معايا ايه في المفروشات الجايه. فقولوا لي بقى رايكم، هل المقاس ده هيبقى صغير كده ولا اعمل ايه؟ يعني انا ما اكتشفتش غير دلوقتي، مع ان انا كلها سألاها، فهي الظاهر ما قالتليش على النوعيه دي، وانا ما طلتش فيها. انا كانت فاتحه علبه من دي عشان اشوف القماشه بتاعتها، لقيتها حلوه قوي، ولقيت يعني الخامه بتاعتها كويسه فجبتها، فما طلتش في المقاس، يعني في مقاس الملايه نفسها. فقولوا لي يا جماعه هي كده تبقى صغيره ولا لا؟ ده كده اول حاجه انا كنت جايباه، برضو كان على فكره معمول عليه عرض زي ما بقول لكم، كان ده ب 450 جنيه. ده كان ب 450 واسمه النسر. زي ما بقول لكم كده هو كان ده سعره، كان معمول ساعتها برضو عليه عرض. هنا جبت برضو المفرش ده عدي معروف يعني كماركة، يعني معروف كماركة، يعني من الماركات النظيفة. النسر بصراحة انا ما كنتش اعرف يعني هو ايه، بس يعني انا لقيت عليه عرض، وبرضو لقيت القماشة بتاعته حلوة. فجبته. ده عدي زي ما انتم شايفين كده، برضو 4 قطع. انا اوريكم بقى اللي انا بقول لكم عليه. في الملاية نفسها هي الشكل كده، بس هي ما فيهاش فرو، يعني هنا حاطين جزء فرو كده، بس هي الملاية الشكل اللي انتم شايفينه ده، او المفرش اهي شايفين يا جماعه. ده بقى ايه، 240 في 260. ده مقاس الملاية او مقاس المفرش نفسه. فمش عارفه والله، يعني انا ديكها فوجئت بالمقاس بتاعه. زي ما انتم شايفين كده، انا هوريكم برضو، بفتح لكم بس يا دوبك ايه ال ال يعني حاجه من المفرش نفسه اللي بقدر عليه، اللي هو ايه، الخداديه دي. انا ديكها معلش ما عرفتش افتح لكم لان انا مش عارفه. ممكن اشوف كده ارجعه بقى، اني جايباه بقى لي فتره، هترضى تاخدي ولا لا؟ فمش عارفه، هشوفه الاول، فعشان كده انا مرضيش افتح لكم منه اي حاجه، وبفتح لكم من ده يا جماعه جوبير في دانتيل. شوف انا بعمل لكم في القماشه نفسها، هي بصراحه قطن يعني. التانية برضو انا حسيتها كده، بس يعني انا شفتها هناك، يعني اللي هي الاولانيه دي انا شفت خامه المفرش هناك، كان فاتحين واحد يعني. ده زي ما بوريكم كده، هي الخداديه كده اهو. حلوه قوي، والخامه بتاعتها حلوه قوي برضو، زي ما بقول لكم جوبير في دانتيل. فحبيت يعني اجيب لها حاجه من الحاجات دي. انا جايبه اللون ده برضو، انا بحب الالوان الهاديه، ما بحبش الالوان الفاقعه قوي يعني، فايه جبت ده. زي ما بوريكم كده هو ماركه عدي، زي ما بقول لكم ده ايه، شهادة ضمان. هما مدين معاه شهادة ضمان، هل الشهادة دي بتعتمد بعد كده؟ الله أعلم، مش عارفة، بس هو معاه شهادة ضمان زي ما بوريكم كده اهي. هو برضو ده 4 قطع، 2 خدادية، 1 مخدة والمفرش. خامته حلوة قوي برضو، وهي قطن والله يا جماعة. يعني امسكوا الحاجة كده وامسكوا الخامة، وبرضو طولوا برضو قبل ما تاخدوا اي حاجة، طولوا في المقاسات وطولوا في الخامات.
بيفرق كتير والله معاكم في الحاجات دي، لان الحاجات غالية ومش عايزين يعني نجيب حاجات غالية وبعد كده ايه ما تنفعش. ده كنت جايباه يا جماعة ب700 جنيه. عدي ده كان ب700 جنيه برضو، كان عرض على فكرة. عدي بيبدأ من 600 جنيه وانت طالع بقى ممكن معاكي لحد ال1000. زي ما كده قلت لكم. ده بقى ايه المفرش التالت. ده اسمه كندر، برضو مقاساته حلوة، وده الشكل بتاعه زي اللي انا بوريه لكم اهو يا جماعة. 240 في 260. خدوا بالكم من المقاسات على فكرة، يعني المقاسات برضو بتفرق. ده 240 في 260، وبرضو 4 قطع، 2 خدادية 1 مخدة. انا برضو هطلع لكم من هنا ايه. حبيت اوريلكم والله، انا بحب اوريلكم الايه الخامات، يعني مع ان الحاجات مبسترة وكده، بس انا والله فتحتها عشان اوريها لكم. ده برضو دي الخدادية بتاعته، وده برضو يعني المشية بتاعته قطن، يعني قطن حلوة، وكان برضو سعره يعني حنين شوية. ده كنت جايبه ب550. ده كان ب550. هي اسمها كندر، بس ايه زي ما بوريكم اللي هي الايه، هو فعلا اللون الكاميرا ظلمه شوية، هو يعني سكري شوية، سكري غامق كمان يعني، بس الكاميرا هنا موضحة يعني مفتحة لونه قوي. انا زي ما بوريلكم، انا هناك برضو بتبقى مفتوحة الحاجات دي، شوفوها قبل ما تاخدوها برضو والمسوا خامتها وشوفوها، لان الحاجات دي والله بتفرق يا جماعة في الايه في الملاية وكده. فبدل ما بندفع فلوس وكده لازم نشوف الحاجة ونشوف خامتها. وخدوا بالكم برضو من المقاسات، لان انا عدت عليا، لان انا كنت جايبه كذا حاجة ساعتها، فما فتحتش اللي انا قلت لكم عليه في الاول. دي كانت شوية المفروشات اللي انا جبتهم النهارده، يا رب الخامات كده والاشكال تعجبكم. وقولوا لي رايكم في المفرش اللي انا وريته لكم، اللي هي المقاسات 220 في 225، هيبقى صغير ولا يبقى ايه؟ قولوا لي برضو، عايزه اخد رايكم في كده. دي كانت المفروشات يا جماعه اللي انا جبتها النهارده. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه يا جماعه. اعملوا لايك كتير للفيديو والله، وادعموني في الفيديو ده، لان الفيديوهات واقعه خالص 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 الايام دي. بتمنى منكم الدعم في الفيديوهات، والدعم للقناة عشان قناة تتشاف لأكبر عدد منكم إن شاء الله. ده كده يا جماعة المفروشات النهاردة، ويا رب تكونوا كده عرضت لكم حاجة كده تعجبكم. مع ألف 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 سلامة.